بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين واصدقاء المهنه في موضوع جديد بنتكلم فيه النهارده. حد امبارح كلمني وقال لي انا بفتح مطعم جديد بس عندي مشكله. قلت له اتفضل، ايه هي المشكله؟ سمعت له كويس قوي. قال انا عندي فرع، بفتح فرايد تشيكن. فتح فرع في احدى محافظات الدلتا، وبفتح فرع تاني في احدى محافظات قريب من اسكندريه. طيب ايه المشكله حضرتك؟ قال لي المشكله أنا مش لاقي ستاف. قلت له مش لاقي ستاف بمعنى ايه؟ قال لي مش لاقي ستاف مجهز، مش لاقي ستاف كويس. اكلم الناس يبقى ولد عنده 25 سنه شاب يعني، ويقول لي عايز 7000 جنيه 8000 جنيه وانا شيف. قلت له طبعا في كده وفي كده، هتلاقي في كل حاجه، في كل قاعده لها شواذ يعني. قلت له شوف الموضوع ده ليه اسباب كتير قوي. قال لي هي؟ قلت له اول حاجه الحياه بقت غاليه وضغط على الناس كلها، والظروف الحياه مخليه الشاب محتاج ان هو عايز يعمل اكبر قدر من الفلوس في اقل وقت ممكن. نظرته كده، هو شايف كده حواليه، عايز يتجوز، عايز يجيب شبكه، عايز يعمل كذا، عايز كذا. دي ظروف اجتماعيه محيطه. اي مكان بقى فيه ظروف ديت زي ديت، في ظروف مشابهه، بس احنا بلدنا كده ووضعنا كده. قال له اه. قلت له دي حاجه، مش كل اللي هيجي لك هيبقى كواليفايد وهيبقى كويس. واحنا اظن اتكلمنا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت او الفيديو اللي قبل اللي فات على الموضوع ده، وانا نفسه واجهت الكلام ده. حد مثلا يبقى شغال بقاله 3 4 سنين، هو مثلا كابتن او ويتر ولا خلاص سوبرفايزر او مساعد مدير، لازم وقلنا اتفقنا لازم تبقى كواليفايد قوي للبوزيشن اللي انت رايح تقدم فيه، او انت لازم تكون كفء الوظيفه المتقدم اليها. طب ده جزء. وقال لي الناس كلها على النت يسالني طب عدد ساعات العمل كام، والمكان فين، والمنيو ايه، والموضوع ايه، والاخر ما يجيش، وادي له انترفيو ما يجيش. وقال لي كل اللي قاعدين على النت دول مش عايزين يشتغلوا. قلت له لا، مش كلهم مش عايزين يشتغلوا ولا حاجه، في ناس وفي ناس. قلت له ده في ناس وفي ناس، في ناس عايزه تشتغل، في ناس عايزه التفاصيل، في ناس مكسل بقى انه ينزل ويروح يعمل انترفيو، وفي ناس والله انا قابلتها من واقع تجربه عمليه يعني، يقول لي انا مجرد ان انزل واصرف 50 جنيه مواصلات، انا مش معايا ال 50 جنيه مواصلات عشان اقدر اصرفها، ويا هقبل يا مش هقبل يا يعني ما حدش عارف ظروف حد يا جماعه. عشان برضه انا بقول ده للناس كلها، للاونرز وللمديرين الشركات وللستاف نفسهم، ما حدش عارف ظروف حد. جايز يكون فعلا زي ما راجل قال لي 50 جنيه دي صعب ان هو يوفرها عشان ينزل بيها يدور على شغل. طيب دي حاجه. السوق كده، السوق فيه الكويس وفيه الوحش. فقال لي طب انا ادور على ناس ازاي؟ اجيب ستاف منين؟ عايز ستاف مدرب كويس. قلت له هو غالبا الستاف الصغير ده ما بتلاقوش بصراحه يعني في الوقت اللي احنا فيه ده. هنقول ان البلد فيها ازمه بطاله وبيقولوا كذا، لا بس في وظائف معينه ما بتلاقيش، لانه العائد بتاعها اوقات بيكون صغير، والشاب زي ما قلنا عايز حاجه تبقى مرتب كويس وكذا وكذا وكذا. او بقى انك انت هتضطر تاخد طلبه، وانا بالنسبه لي مجازفه انك تاخد طلبه، لانه الطلب برضه هيبقى عند الامتحان، وانا واجهت الكلام ده في حياتي العمليه كتير يعني. يبقى الولد عنده امتحانات، اروح الامتحانات ولا اجي الشغل، اقول له يا ابني روح امتحاناتك، امتحاناتك اهم من شغلك، ده مستقبلك. واحد في جامعه اعطله ازاي عن امتحاناته واقول له اقعد والشغل اولى؟ لا طبعا. فدي لازم نبقى فاهمين الصوره ماشيه ازاي، مجتمعنا ماشي ازاي، هو مجتمعنا كده وظروفنا كده. اوكي. طيب اعمل ايه؟ قلت له والله انا رايي انك انت تاخد ناس من المنطقه المحيطه بيك، يعني الفرع اللي هتفتحه ده تاخد ناس من المنطقه اللي حواليك. وحد كويس هيجيب حد، هيجي لك 10 خد منهم 2 أو 3. ده قادني الى ان نتكلم النهارده في موضوع مهم قوي. انت لو هتفتح حضرتك مطعم او سلسله مطاعم زي ما قلنا زمان، لازم تحدد من الاول انت عايز هتفتح مطعم واحد ولا سلسله مطاعم. يعني هو الراجل ده قال انه عنده مطعم واحد في اللي بقول لكم عليه في الدلتا ده واحدى المدن يعني، وعنده على حد قوله معمل اللي هو يعني سنترال كيتشن، بيجهز له حاجاته، بيحضر له حاجاته وبيتبلها كويس قوي. طب وانت عايز تفتح الفرع الجديد ده برضه بمعمل او سنترال كيتشن؟ قال لي منطقه تجهيز والمطعم التاني لوحده. اسمحوا لي يعني انا هدعو انه يشوف الفيديو ده، هو المفروض ان هو يلام في الموضوع ده. اسمحوا لي ليه؟ لان هو المفروض يكون مخطط من الاول. انت هتفتح الفرع الاولاني كذا، ربنا كرم وبعد 6 شهور بلاننج انك تفتح كذا، او خلال سنه وات، انت قربت تفتح الفرع الثاني، مش اكيد من يوم وليله قررت انك تفتح الفرع الثاني ده في المحافظه الثانيه دي. فانت تعمل ايه؟ وانا قلت له الكلام ده، بس ما قلتلوش انت ملام يعني. قلت له انت كان يعني افضل انك انت تاخد ناس من العناصر القديمه اللي عندك في الفرع القديم ده. هو شغال؟ قال له شغال والستاف بتاعه على قده. ما هو على قده دي مشكله يا جماعه. انت عندك مطعم اللي تسي ان هو فيه 12 موظف، انت هتفتح فرع جديد، يبقى انت على الاقل قبليها بشهر لازم تجيب الناس بتوع الفرع الجديد دول يتدربوا في الفرع القديم. كل الدنيا بتعمل كده، ده مش كلام خالد يعني، الدنيا كلها بتعمل كده، الشركات اللي اشتغلنا فيها كلها بتعمل كده، بحيث ان وانت لو محتاج في الفرع الجديد 10 العين 15. ليه؟ لان في 5 كده هيتغربلوا منك على ما تيجي تفتح، او اسبوع 2 التيرن اوفر بيبقى عالي قوي في اي فرع جديد بيفتح.
فانت تجيب ناس جديده مع ناس قديمه، يبقى في واحد جديد واحد قديم بيعلم واحد جديد. وبرضه الشيف اللي هيجهز لك حاجات انك يقطع لك الدجاج وهيتبله كذا كذا، انت عندك المارينيشن خاص بيك او التتبيله بتاعتك، لازم تجيبه برضه للشيف القديم اللي معاك ويشرب منه شويه من الريسبي والنظام اللي انت عامله. فانا قلت له والله انا عندي لك اقتراح، ان في شركات كتير اداره مطاعم ممكن يجيبوا لك الاستاف يعينوه وانترفيو ويدربوه ويفتحوا لك ويجيبوا لك المعدات كمان وكل حاجه. فقال لا انا مش عايز الفكره دي، يعني يمكن خايف انه يدفع كتير او حاجه، وهو اضرب ظروفه برضه ما اقدرش الوم عليه. الحاجه الثانيه الطريقه اللي بقول لك عليها دي، انك انت تجيب استاف جديد للفرع القديم بتاعك ده يتدربوا فيه وياخدوا روح المكان وسيستم المكان، ويطلعوا بعد كده على الفرع الجديد بمشيئه الله يفتحوا فيه. قال لي لا انا ما عنديش وقت اجيبه وادرب. هو انت ما عندكش وقت تجيبه وتدرب؟ طب انت هتجيب من بره جاهز ازاي؟ ما احنا قلنا السوق اللي في مكان مش عايز يسيبه، على الاقل يقول لك انا ضمنت المكان اللي انا فيه ده. والمثل عندنا بيقول لك اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. ممكن احيانا بيبقى صح، انا شغال في شركه ومبسوط فيها وكذا وباخد مرتب، ليه اللي يخليني اروح اسيب المكان ده واروح مكان تاني هيدينا حتى نفس المرتب؟ فيها مجازفه، وبالذات لو حد بيفتح جديد. لو حد بيفتح جديد فيها نوع من الايه، من الريسك شويه، من المغامره. انا مش متاكد ان المكان الجديد اللي هيفتح ده هينجح زي المكان اللي انا فيه ولا لا، بالذات لو ستاف صغير. وما تنساش انك انت برضه في محافظه تانية، يعني هتاخد من القاهره هنا برضه لوجيستيك وهتشوف لهم سكن وهتشوف لهم كذا. لذلك نصيحتي يا جماعه الحاجتين الاثنين دول، يا اما تجيب شركه تعمل لك الموضوع من الف الى ياء وتشوف ما ياخدوا كام وتصرف شويه، انت بتفتح ومحتاج انك كل يوم بتقعدوا برضه خساره. يا اما انك تجيب ناس وتعين استاف للمطعم من المطعم القديم بتاعك، كل واحد قديم يعلم واحد جديد، والشيف ياخد برضه من الشيف القديم الريسيبي والحاجات بتاعته وطريقه التشغيل، بحيث انه يروح المطعم التاني بعدها بشهر، خلال شهر يكونوا متدربين زي الفل يعني. يروح الفرع التاني يبقى هو كده واقف على ارض صلبه. ده مفيش لها تالت بصراحه، يعني ده مفيش ليه تالت. يا اما تجيب والا بقى هتجيب ناس مدربين من القاهره مثلا او كده، زي ما قلت لكم في الاول هتضطر تاخد لهم سكن وترانسبورتيشن مواصلات، وهينزل بقى كل شهر اجازه قد ايه، وبرضه لازم تظبط له جدوله وتظبط له دنيته. تمام، يبقى انت ما عندكش حل غير كده، انك انت تعتمد تجيب ناس جديده زي ما قلت بقولها ثالث مره للفرع القديم وتدرب فيه، وتاخد تفتح الفرع الجديد على خير الله ان شاء الله. فده برضه لازم حته البلاننج، انت لازم وانت بتفتح مطعم او مطعمين او ثلاثه، انت ناوي تفتح ايه، تبقى انت مخطط ان شاء الله باذن الرحمن قبل اي حاجه خلال 6 شهور هفتح الفرع الثاني او خلال سنه. يبقى انت من قبليها بتجيب معداتك وبتجهز حالك وبتظبط الريسبي، ولازم طبعا عندك ستاندر عشان اللي ياكل الاكل هنا يبقى زي الاكل اللي هنا، يبقى كل المطاعم واحد زي ما الشركات الكبيره اي دوله اي مدينه كل الطعم ما بيتغيرش. بس فانا حبيت اتكلم في النهارده الموضوع ده بتوسع شويه، لانه ده فعلا موضوع مهم جدا، والا للاسف انه يضطر ان الراجل ما يتاخر وما يفتحش ويبقى كل يوم مرضى عليه هو بخساره. ارجو لو الفيديو ده عجبك ان شاء الله تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واي معلومات او اسئله انا تحت امركم، وهسيب الموبايل بتاعي تاني في التوصيف بتاع الحلقه ان شاء الله. اوكي، شكرا ومع السلامه، بالتوفيق يا رب، مع السلامه.